السلام عليكم يا شباب، طلابنا حبايبنا اخواتنا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طلابنا طلاب ثالثه اعدادي في السناتر والاونلاين واليوتيوب. بص يا سيدي، جاي لك النهارده كده بمراجعه المنهج بالكامل. مراجعه المنهج هنفنشه كده، نمسك المنهج من اول حرف لحد اخر حرف. طيب هنبدا ان احنا نراجع على ايه؟ والمراجعه بتاعتنا هتكون شرح بس ولا حل بس ولا هنعمل ايه؟ بص يا سيدي، صلي بينا على النبي. تعالى كده اقول لك المراجعه بتاعتنا تبقى ماشيه ازاي. بص يا سيدي، هنبدأ الأول كده النهارده إن إحنا نشرح الجرامر. هنعمل إيه؟ هنبدأ إن إحنا نمسك الجرامر كله. ثواني. نبدأ نشرح الجرامر كله من الأول وجديد. طب بعد الجرامر هنبدأ نمسك الكلمات من أول وجديد تاني، هينزل لك في فيديو لوحده. أنت النهارده كده مع فيديو الجرامر. حلو الكلام؟ طيب بعد ما نمسك الجرامر يبقى كده عندنا حاجتين تانيين، إيه هي؟ هنبدأ نمسك الأول، نبدأ نمسك الستوري، القصة. تمام؟ وبعدها نمسك ايه؟ امتحانات شامله على المنهج كله. حلو الكلام؟ طيب هنحل منين؟ بص يا سيدي، انا هنزل لك ملزمه حل، وهنزل لك كمان نماذج المعاصر. حلو الكلام؟ اللي هي بتاعت المراجعه النهائيه، هنبدا ان احنا برضك نحلها. قال لي تمام. طيب بعد ما نحل ونخلص كده احنا راجعنا على الكلمات والجرامر. قال لي تمام. في حاجه اسمها السكيلز. ايه هي السكيلز دي يا مستر؟ اللي هي المهارات. يعني ايه؟ اللي هي تشمل بقى كالاتي: تشمل الكتابة، الباراجراف، وكمان معاهم الباسج، القطعة، وكمان معاهم السؤال بتاع الدايلوج. حلو الكلام؟ طيب بقى احنا كده راجعنا على كل المنهج تمام في هيئة نقاط. قال لي تمام. طيب تعالى بقى كده نبدأ بجزء الجرامر. هسيب لك البوستر ده، انا عامل لك بوستر كده في الجرامر كله. تمام؟ في كل الجرامر اللي عندنا في ورقتين بس. هسيب لك الفايل ده في الديسكربشن تحت. طيب يلا بينا. تعالى بقى كده نبدأ بجزء الجرامر بتاعنا. بص يا سيدي، لازم تبقى فاهم كده في الأول، تبقى فاهم تكوينة الجملة، السنتنس. يعني إيه يا مستر؟ أنا ليه هبدأ بالجملة؟ أنا عندي الجرامر هبدأ على طول بيونت 7 يوزد 2. بص يا سيدي، أنا عندي هنا حبة حاجات زي ما بيسموها كده سلو بلدنا في الإيه؟ في المادة. إزاي؟ يعني بص، أنا عندي حبة قواعد لازم تبقى ماشي عليها، هي أساسيات الجرامر عشان تفهم الجرامر. طيب رقم واحد، لازم تبقى فاهم إن أنا ما عنديش جملة اسمية. بمعنى انت عندك جمل اسميه زي مثلا ايه؟ قلت لك احمد طويل، دي جمله اسميه ولا فعليه؟ قلت لي لا يا مستر ثواني كده، احمد ده بادئه باسم، لا دي كده اسميه. طيب يلعب احمد، دي كده جمله اسميه ولا فعليه؟ لا دي كده فعليه. طيب انا بقى ما عنديش الكلام ده خالص، بمعنى ان انا ما عنديش جمل اسميه، وعندي لازما تكون الجمله تبدا بالسبجكت، الفاعل، ثم بعد كده الفعل. في عندي هنا حاجه ان انا لازما اي جمله ما ينفعش ان انا ما احطش فيها فاعل. لو انا عندي جمله ما فيهاش فعل يبقى كده الجمله غلط. تمام؟ طيب ولو ما بداتش بالسبجكت الفاعل تبقى الجمله برضو غلط. هو ايه اصلا السبجكت ده؟ بص يا سيدي، اللي هو الفاعل اللي احنا عندنا بنسميه يا اما اسم، يا اما ضمير، يا اما نون او برو نون. حلو الكلام؟ طيب ضمير يعني مثلا زي هو، هي، وهكذا. طيب يا سيدي، الفعل بقى، قلت له بص يا سيدي، انا عندي نوعين من الافعال. انا عندي يا اما فعل اساسي اللي هو بيسموه المين فيرب اللي هو الفعل الاساسي، او عندي حاجه اسمها فعل مساعد. طيب ده هيفيدني في ايه؟ هقول لك دلوقتي. تالت حاجه عندي اللي هي التكمله، تكمله الجمله. طيب التكمله دي عندي ممكن تكون كذا حاجه عادي، يعني ممكن تكون صفه، ممكن تكون مثلا اي حاجه. حلو الكلام؟ او ممكن تكون مفعول. طيب بص يا سيدي، ولكن في الجرامر عندي انا لازم ابقى فاهم شكل الاثنين دول. حلو الكلام؟ وخصوصا الفاعل. طيب بقول لك ايه، لو انا جيت قلت لك مثلا، جيت قلت لك هنا يذهب احمد، وجيت هنا قلت لك ذهب احمد، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ قلت لي بص يا مستر، يذهب هنا ده كده مضارع، طيب ذهب احمد دي هنا كده ماضي. طب انا عدلت في ايه؟ قال لي والله يا مستر ثواني كده، انت تقريبا كده يا مستر انت عدلت في الفعل. هنا كانت يذهب وهنا ذهب، هنا خليتها على وزن فعل.
صح كده؟ قال لي صح يا مستر شاطر في العربي. قلت له ما انا عارف. لما انا هنا خليت الفعل على وزن فعل، انا عدلت في شكل الفعل بس، صح الكلام؟ قال لي اه مظبوط. طيب انا عندي برضك نفس الكلام، انا عندي برضك بعدل على شكل الفعل. مستر الافعال عندي نوعين، يا اما فعل اساسي زي ما قلت لك وفعل مساعد. طب الافعال المساعده عندي 3 وهيفيدوك جدا في الجرامر، لان هم غالبا بيخشوا في تكوين القاعده. بمعنى ان انا هنا عندي verb to have، وعندي verb to be، وعندي verb to do. طيب دول بيبقوا عاملين ازاي؟ verb to have اللي هو الهاف والهاز، مش انت بتشوفهم؟ قال لي ثواني كده يا مستر انا شفتهم فين؟ هاف وهاز دي شفتها قبل كده في البريزنت بيرفكت في الترم اللي فات. قال لي اه انا شفت هاز وهاف والحاجات اللي زي كده، وهافنت والحاجات اللي زي كده انا شفتها. طيب وبرضك شفت يا مستر فيرب تو بي لما باجي بدرس مثلا زي زمن الماضي بستخدم حاجه اسمها was ووير، صح كده؟ قلت له بالظبط. يبقى انا كده عندي الافعال المساعده دي انا بستخدمها. طيب تعالى اديك تركايه كده هتفيدك في الجرامر بالنسبه للافعال المساعده. بص يا سيدي، صلي بينا على النبي. احنا عندنا نوعين زي ما قلت لك، ان انا عندي الجمله وعندي حاجه ثانيه اسمها السؤال. انا اتفقت معاك ان الجمله بتبدا بايه؟ قال لي بالسبجكت اللي هو الاسم او الضمير. عارف لو انا ما بداتش بالاسم او الضمير يبقى انا كده ما بعملش جمله، انا بعمل حاجه اسمها سؤال. ازاي؟ يعني مثلا لو انا كده جيت مثلا قلت لك انا هبدا مثلا بهاف، تمام؟ انا كده انا هبدا جمله بهاف اهي، حلو الكلام؟ هاف مثلا يو وبعد كده كملت. طيب انا كده بادئ بايه؟ باسم ولا بفعل؟ قلت لي لا ثواني، ده هاف ده فعل. انت لسه قايل لي يا مستر ان هو فعل. قلت له ما انا عارف. ده كده بقى اسمه هل. ايه ده؟ يعني انا لو انا شلت خليت الفعل في الاول يبقى انا كده، لو خصوصا لو فعل مساعد يبقى انا كده عملت سؤال مش جمله. طيب يا سيدي، وكذلك ايه الباقي. طيب تعالى بقى كده نخش على جزء الجرامر بتاعنا. دي كده حبه اساسيات هتفيدك جدا ان انت تفهم معاك جرامر. طيب يلا بينا. تعالى بقى كده نخش على يونت 7 بيتكلم معايا على حاجه اسمها العادات في الماضي. بقول لك ايه، هو مش انت كنت بتقول انا كنت متعود ان انا بروح المدرسه الساعه 7 الصبح؟ ثواني كده، هو انت بتروح المدرسه دلوقتي؟ انت في ثالثه اعدادي صح؟ فما بتروحش مدرسه. طيب انت كده لما حد يجي يسالك انت كنت بتروح المدرسه صح؟ تقول له انا كنت متعود ان انا بروح المدرسه كل يوم الساعه 7 الصبح. يبقى دي كده عاده في انه زمن؟ تقول لي ثواني، دي في الماضي. انا كنت بروح زمان المدرسه، دلوقتي ما بروحش. لما ربنا يكرمك وتخش اولى ثانوي هتبدا ان انت تروح المدرسه بعد كده. طيب يبقى انت كده عندك مروح المدرسه ده كان عاده في الماضي. استخدمت كلمه ايه؟ انا كنت متعود اني بروح المدرسه، صح كده؟ انا كنت متعود. ما انا نفس الكلام عندي في الانجليزي برضك نفس الكلمه اسمها يوزد تو. كلمه يوزد تو ديت معناها كنت متعود. معناها ايه؟ كنت متعود. طيب كنت متعود في انه زمن؟ زمن الماضي، عشان الحته دي مهمه. طيب يبقى انا كده بعبر عن العادات ولكن في الماضي. قال لي ماشي. طيب طريقتها ازاي يا مستر؟ بص يا سيدي، لازم الاول ان انا ابدا بالفاعل اللي هو السبجكت. السبجكت ده ممكن يكون حاجتين، يا اما نون او برو نون، يعني يا اما اسم يا اما ضمير. طيب وبعد كده هحط used to. في هنا لو حد شاطر هيقول لي حاجه، هيقول لي يا مستر هي اسمها used to، used لوحدها، وفي هنا حرف الجر to، وحرف الجر to دوت لازم أن يجي بعديه حاجه اسمها infinitive المصدر. هو يعني ايه المصدر اصلا؟ مش فاهم. قلت له يعني الفعل ساده. قال لي يعني انا كده فهمت. قلت له يا عم اصبر، مش انت بتقول لي بلاي يلعب وبلايد لعبه؟ انت ضفت حاجه اسمها اي دي صح كده؟ قال لي انا ضفت لبلاي، ضفت لها اي دي بقت بلايد، صح كده؟ معناها لعبه. طيب يبقى انا كده ضفت حاجه اسمها اضافات، وبالنسبه لي ده كده الفعل ده كده فعل ساده، يعني من غير اي اضافات. قلت له ماشي، يعني ما فيهوش في الاخر يا ولا اي دي ولا مثلا اي دي ولا اي ان جي ولا اي حاجه من دول. قال لي تمام. طيب تعال نشوف شكلها تاني. بص يا سيدي، في طبيعه اي جمله انت بيكون عندك حاجتين، او في طبيعه اي زمن لما تيجي تدرس ازمنه، او لما انا دلوقتي هاجي ادرس معاك الازمنه هتلاقيني ان انا بقول لك كالاتي. يهمني في اي زمن ان انا افهم كذا حاجه. رقم واحد، او في اي قاعده جرامر بقى بشكل عام، تكوينها
يعني شكلها عامل ازاي، التكوين الفورم بتاعها. حلو الكلام، الشكل بتاعها يعني. طيب ويهمني بستخدمها في ايه. حلو الكلام. ويهمني برضك ان انا اعرف ايه الحاجه اللي بتدل عليها. يعني امتى في الجمله كده اشوفها اعرف ان دي يوزد تو، او امتى مثلا اشوف كلمه بتدل مثلا على حاجه فده ده زمن معين. يعني مثلا لو انا جيت قلت لك في العربي كلمه امبارح، امبارح، هي كلمه امبارح دي دل على انه زمن. امم تقول لي ماضي، ما هو انت كده بتتكلم على ماضي يا مستر، ان كلمه امبارح. طيب كلمه بكره بيدل على المستقبل، صح الكلام؟ طيب ده بقى اللي احنا بنعمله عندنا في الانجليزي، او لما بنيجي نشرح جرامر ده اللي احنا بنعمله. بالاول بنديك شكلها، شكل الزمن عامل ازاي، او شكل القاعده، تمام؟ وبنستخدمها في ايه. يعني مثلا زمن الماضي ده بستخدمه في ايه؟ افكر كده. قلت له انا بستخدمه في سرد احداث قصه. لو انا بتكلم مثلا معاك في قصه او بحكي لك قصه او حدوته، بقولها لك في انه زمن. بقول لك هو البطل هيعمل، لسه هيعمل، ولا بقول لك لا هو عمل، لان دي القصه خلاص اتكتبت وخلاص انتهت، حدث وانتهى. طيب يبقى ده كده استخدامه. طبعا انا بشرح لك على حاجات، هو طبعا ده مش الدرس بس، هي يوزد تو اصلا دي جزء من زمن الماضي البسيط، وانا هشرح لك الماضي البسيط قدام لسه. حلو الكلام. قال لي تمام. طيب تعال نشوف الشكل الثاني. هنا في عندي حاجه اسمها نفي، وفي عندي حاجه اسمها اثبات. ايوه يعني ايه نفي ويعني ايه اثبات برضك؟ فهمني كده يا مستر بالراحه. بص انا بادئ معاك بص من تحت الارض، يعني مش هقول لك من الصفر، انا بادئ معاك من تحت الارض خالص. بص يا سيدي، كلمه نفي ان انا اقول انا ما عملتش الحاجه دي. يبقى انا لو انا جيت قلت لك انا متعود، انفعالي انا ما كنتش متعود، تمام؟ انا بذاكر انا ما ذاكرتش، يبقى انا كده نفيتها، صح كده؟ قال لي تمام. طيب كده انا عرفتك شكله في الاثبات، شكل القاعده في الاثبات من فوق. تعالى بقى اقول لك شكلها في النفي. بص يا سيدي، هقول لك برضك على تركايه كده هتفيدك قوي. ايه هي؟ ان انا عندي عشان اعمل اي سؤال، اي سؤال في الدنيا، لان انت هنا عندك في ثالثه اعدادي بنسالك على حاجه اسمها تكوين السؤال بالقاعده دي. حلو الكلام. وبنسالك على النفي بتاعها. طيب هو مش انت هنا كنت بتقول ان انا كنت متعود، صح؟ انا بقى عايز اقول ان انا ما كنتش متعود، هعمل ايه؟ قال لك انا بص انا بجيب القاعده وبضيف لها ابوستروف تي. بضيف لها ايه؟ بضيف لها ابوستروف تي. ايوه يعني اعملها ازاي دي؟ مش فاهم. بص يا سيدي، والابوستروف دي انا بضيفها للفعل المساعد. تعالى اوريك الكلام ده بيبقى عامل ازاي. ازاي بقى كده بحط الابوستروف تي للفعل المساعد عشان اعمل حاجه اسمها نفي، تمام؟ وهنا كلمه نفي يعني انا بنفي الحاجه، هنا كنت متعود، هنا لم يكن من المعتاد. حلو الكلام. طيب بص يا سيدي، انا قلت لك ان انا بجيب الفعل المساعد وبحط له ابوستروف تي. بص هنا الفعل المساعد كان اسمه ديد، تمام؟ حطيت له الابوستروف تي بقى اسمه ديدنت، تمام؟ بس مش هقولها يوزد، لا هخليها يوز بس. دي حته مهمه جدا وبيجيبها في الامتحانات على فكره. يبقى انا كده لو انا بنفي بديدنت، تمام، مش هخليها يوزد، هخليها يوز بس، مش هحط الدي، لان انا عندي ديدنت بتطير الدي. قال لي تمام. طيب تعالى كده نشوف. عندي برضو طريقه تانية ان انا ممكن انفي بحاجه اسمها نيفر. حلو الكلام. وهبقى بنفي برضو بس بحط الدي عادي جدا، هتبقى نيفر يوزد تو وبعد كده المصدر دايما عندي ثابت. طيب يبقى انا كده عندي طريقتين، يا اما بديدنت وبحط يوز، يا اما وبعديها المصدر طبعا، يا اما نيفر واحط يوزد عادي. حلو الكلام. طيب تعال نخش على جزء السؤال. بص يا سيدي، انا عندي طريقتين للسؤال زي ما اتفقت معاك، يا اما بالدبليو اتش كويشنز اللي انا بحط كلمه استفهام، يا اما بجيب الفعل المساعد واحطه في الاول وبيكون معناه هل. بمعنى يعني ايه اصلا الدبليو اتش والكلام ده كله؟ بص يا سيدي، اللي هي كلمات الاستفهام. هو مش انت عندك ممكن تسال سؤال بماذا وهكذا؟ قال لي اه. قلت له ممكن تسال سؤال تاني بمعنى هل، بتسال بهل؟ قال لي اه برضه. قلت له ماشي. ما انا عندي نفس الكلام، امتى بسال بهل وامتى بسال بالدبليو اتش. بص يا سيدي، هو هنا الفعل المساعد اللي كان عندي ايه؟ didn't، صح؟
طيب didn't ده مش الاساسي بتاعه او المصدر بتاعه كان حاجه اسمها did؟ قال لي اه صح. طيب تعالى كده نشوف هنا. بص كده هنا انا حطيت الفعل المساعد في الاول اللي هو did، فده كده هيبقى معناه هل. قال لي ماشي. قال لي بس انا عندي حاجه، طبعا هنا بعديها السبجكت الفاعل، ثواني عشان الشاشه معلقه. السبجكت الفاعل بعدها، وبعد كده يوز مش يوزد، يوز، بعد كده المصدر، وبعد كده علامه الاستفهام. قال لي ماشي. زي في السؤال ده هنا واحد بيسأل واحد بيقول له ايه. هنا حط له ضد هنا في الاول، قال له ايه؟ قال له هل. طيب قال له هل ايه بقى؟ ها، قال له ان انت كنت متعود على السباحه. ها، وهنا عمل ايه؟ ده جت اترجمت معايا بمعنى هل. طيب تعالى كده نشوف. هنا طبعا الراجل رد عليه قال له يس. هنا ممكن ان انا اسال بكلمه استفهام. هنا استخدمت كلمه استفهام اسمها ايه؟ اسمها وات. حلو الكلام. قال لي تمام. دي كده قاعده يوز تو بشكل سريع. طيب مستر هو انت تشرح ولا هتحل؟ انا عايز افهم. بص يا سيدي، شايف انت الاسئله دي كلها؟ كل الاسئله دي كان هحلها معاك، تمام؟ وهحل معاك كمان ال10 نماذج بتوع كتاب المعاصر، وهحل معاك برضك مذكره الحل الخاصه بينا احنا. قال لي تمام. طيب طب ليه مش هتحل دلوقتي؟ انا هخلي لك الشرح لوحده، وبعد كده هنزل لك الحل لوحده، وفيديو الكلمات هسيبه لك لوحده، وكمان معانا فيديو القصه. قال لي تمام. تعالى بقى كده نخش على يونت 8. بيتكلم معايا على حاجه اسمها عبارات الوصف relative clauses. يعني ايه بقى يا مستر؟ بص يا سيدي، الدرس ده كله بيتلخص في الجمله دي. لو انا جيت مثلا هنا قلت لك انا بحب علي، تمام، ووقفت. ماشي، ماذا بعد؟ جيت قلت لك علي يكون صديقي. ايوه ايه مش فاهم؟ افهم انا من الكلام ده. بص يا سيدي، هو مش هنا انا عملت كام جمله؟ انا بحب علي ووقفت. تعال نبدا جمله تانية. علي يكون صديقي. الاتنين مربوطين ببعض، بس دي جمله ودي جمله، في هنا ما بينهم فول ستوب، صح كده؟ قلت طب ما انا ممكن اعمل لك حاجه. انا بحب علي، علي يكون صديقي. انا بحب علي الذي، هو مش شاطب علي دي، الذي يكون صديقي. حلو الكلام. تعالى كده نكتبها تاني مع بعض، او تعالى اقولها لك. انا بحب علي الذي يكون صديقي. كده جمله ولا جملتين؟ فكر كده. جمله واحده. انت شلت النقطه وحطيت هنا ايه؟ الذي. صح الكلام؟ كده انت اختصرت على نفسك. طيب وبدل ما عملت جملتين، عملت جمله واحده. طيب يعني كده يا مستر الذي والتي والحاجات ديت هي دي اسمها ضمائر الوصل اللي بنحطها في النص؟ بالظبط كده. طيب بص يا سيدي، انا عندي كذا ضمير. ابدا معاك الاول بضمير هو، ده معناه الذي او التي او الذين، تمام، للعاقل. لايه؟ للعاقل. ان انا عندي 3 ضماير. عندي ضمير هنا ضمير ويتش، وعندي ضمير هو، وعندي ضمير ذات. ده وده وده التلاتة معناهم زي بعض، بمعنى التلاتة اسمهم الذي والتي والذين وهكذا. حلو الكلام. والتلاتة ضمائر وسط. طب ايه الفرق ما بينهم؟ قلت له بص يا سيدي، انا عندي ضمير هو ده انا بستخدمه مع العاقل. حلو الكلام. بستخدمه ايه؟ مع العاقل، مع مثلا زي الولاد والبنات والحاجات اللي زي كده. يعني ما ينفعش استخدمه مع القلم ده، لا، انا لازم استخدمه مع الاشخاص اللي هم مثلا زي الولد والبنت وهكذا. طيب وعندي برضك ضمير ذات. طيب سيبك من ضمير ذات دلوقتي. بص هنا عندي واتش هنا، ده معناه برضك الذي او التي او الذين وهكذا. حلو كلام. بس ده بقى ايه؟ ده مع الغير عاقل. يعني استخدمه مع القلم ده. هنا القلم ده مذكر صح بس غير عاقل. السبوره دي مؤنث صح بس غير عاقل. يبقى انا هستخدم ضمير الوصل واتش مع الحاجات اللي ما بتفهمش من الاخر. قال لي تمام. طب ايه بقى ده؟ قلت له ده قصته ايه؟ حكايه. ضمير ذات ده انا بستخدمه مع الاثنين. بمعنى لو انت عطلت في اللجنه وقال لك استخدم لي ضمير ذات هنا،
او قال لك عيد كتابه الجمله، استخدم له ضمير ذات ده. ليه؟ لان انت مش هتقعد تفكر هو مين اللي بياخد العاقل ومين اللي بياخد الغير عاقل. حلو الكلام. انا عندي ضمير ذات ده بياخد الاثنين، يعني يمشي معاك عاقل ويمشي معاك غير عاقل. قال لي ماشي. طيب بص بقى، عندي برضك هنا ضمير الوسط اللي اسمه ووز. ثواني. ده بنعبر عن الملكيه بيه. حلو الكلام. وده دايما بيجي ما بين اسم مملوك. ازاي؟ يعني لازما هنا يجي قبله اسم. بص هنا كده، وده بتاع الملكيه. حلو الكلام. لازما يجي قبليه اسم، والاسم اللي بعده يكون اسم مملوك. ازاي؟ يعني بص كده، هنا بوي. حلو الكلام. بوي دي معناها ايه؟ ها، ولد. قال لي تمام. طيب هنا حط لك ضمير ووز ربط ما بين الاثنين، وهنا بوك. هنا بوك ده اسم برضك صح؟ يبقى هنا اسم وهنا اسم، والاسم ده بتاع الاسم ده، يعني الكتاب ده ملك مين؟ ملك الولد. وهنا حط لي ضمير ووز في النص. قال لي تمام، يبقى كده فعلا ضمير ووز جه في النص ما بين اسم مملوك. قال لي تمام. طيب وده ضمير وصل يا جماعه. تعالوا نخش على اللي بعده. يلا يا حاج. بص يا سيدي، عندي ضمير وير، ده برضك ضمير وصل. حلو الكلام. على فكره كل حاجه من دول ليها برضك معاني تانية، بس انا هنا بقول لك كهنا بضماير وصل. طيب يعني دول اللي انت هتمتحن عليهم. قال لك ضمير وير ده بستخدمه للمكان، بمعنى ان انا بص كده، هو هنا وصل ما بين جملتين. تمام. هنا بيقول لك this is the shop. حلو كلام. where I buy ايه بقى؟ ها، sweets. طيب فهمت ايه برضو كلام الجمله يا مستر لو انا عرفت اترجم؟ بص يا سيدي، هنا بيقول لك ان ده المكان، تمام، بتاع الشراء. حلو الكلام. ما هو بتاع الشراء الذي، صح كده؟ الذي او التي وهكذا، صح؟ طيب يبقى انا برضك هنا استخدمت ايه؟ ضمير وير للتعبير عن ايه؟ استخدمته كضمير وصل، وصل لي ما بين الجملتين. قال لي ماشي. طيب يا سيدي تعال نخش على اللي بعده. عندي ضمير الوصل وين، ده بتاع الوقت. حلو الكلام. هنا برضو جالي في النص هنا، وبستخدمه للوقت. ماشي. وهنا برضو بص كده، هنا انا ممكن برضو استخدم معاه حروف الجر دول او الوحدات الزمنيه دول. طيب بتساويهم يعني يا اما ان او اون، تمام، او ات ويتش. تعالى بقى كده نخش على يونت 9 نشوف بيتكلم معانا على تعالى بقى كده نخش على يونت 9 نشوف بيتكلم معايا على ايه. بص يا سيدي، لازم تبقى فاهم حاجه. ايه هي؟ ان انا عندي الافعال. مالها الافعال يا مستر؟ بص، لازم تبقى عارف الاضافات اللي احنا بنحطها للفعل. مش انت عندك افعال بيكون اخرها اي ان جي؟ قال لي اه. مش انت عندك افعال بيكون اخرها اي اي دي؟ قال لي اه فعلا. مش انت عندك افعال ما بيكونش ليها اضافات اصلا خالص؟ قال لي فعلا صح، كلامك صح يا مستر. بص يا سيدي، في عندي نوعين من الافعال، يا اما افعال بتاخد تو بلس الانفينيتيف، يعني بيكون هنا حرف الجر تو وبعد كده انفينيتيف، يعني بيكون الفعل ساده من غير اي زياده. قال لي ماشي. في عندي بعض الافعال بتاخد اي ان جي. قال لي ماشي. طيب ودول بيكونوا حفظ، يعني الدرس ده كده بص ما فيهوش اي تريكات ان انا اعملها لك، لان الدرس ده اغلبيته يعني 95% منه هو حفظ. طيب تعالى كده نشوف. اول مجموعه افعال معايا هنا بيقول لك ان انا عندي دول بياخدوا تو والمصدر. قال لي ماشي، يعني افعال لازما اللي يجي بعدها يكون حرف الجر تو وبعدين مصدر. قال لي ماشي. طيب تعالى كده نشوف. عندي الفعل want ده بمعنى يريد. طيب ده ايه بقى؟ قال لك ده بيجي بعديه تو وبعد كده الانفينيتيف، يعني الفعل ساده. قال لي ماشي. تعالى كده نشوف. قال لك هنا we wanted، ما هو يعني فاهم، هو نفس الفعل. طيب هنا جه بعديه ايه؟ تو، صح الكلام لحد كده مظبوط. بص كده سيرفيس لحد كده ايه؟ قال لي تمام. هنا اهو ده مصدر وهنا حرف الجر تو. ماشي. تعالى نشوف اللي بعد كده. عندي هنا قال لك عندي مجموعه افعال لازم يجي بعدها اي ان جي، زي مثلا هنا انجوي، هنا يستمتع.
دول قال لي هنا enjoy، بعد كده reading قال لي تمام. يعني هنا كده in I enjoy reading، هنا في ايه؟ فعل بلس ing. طيب تعال نشوف اللي بعده. قال لك هنا دول بقى بيجي معاهم الاثنين، يعني عادي يجي بعدهم تو والمصدر او الفيرب بلس ing. قال لي ماشي. يعني بص كده هنا زي فعل ستارت، هنا started اهو، بس هنا الفعل في اي دي يعني ماضي. ماشي. هنا جه بعديه تو، ممكن ان انا احط study او studying عادي جدا. يعني دول بيجي ايه بعدها؟ يا اما الفيرب بلس ing يا اما الفيرب تو والمصدر. قال لي ماشي. طيب زي ايه؟ زي هنا عندي لايك يحب، love قال لي تمام. طيب prefer يفضل، كل دي افعال عندك لازم تتحفظ. قال لي ماشي. تعال نشوف اللي بعد كده. بص بقى هنا قال لك هنا في افعال بيجي بعدها يا اما تو المصدر يا اما الفيرب بلس ing، يعني يا اما ده يا اما ده. طيب بس المعنى مختلف. حلو الكلام. يعني لو جالك الفيرب بلس ing يكون بيديك معنى، تمام. ولو جالك الفيرب بلس تو المصدر يبقى ده كده بيديك معنى تاني خالص مختلف. تعالى كده نشوف. معلش يا جماعه النور قطع، حقكم علينا. كنا بنقول ايه بقى؟ كنا بنقول ان احنا عندنا افعال هنا الفعل بيجي بعديه يا اما الفيرب بلس ing يا اما بعديه تو والمصدر، تمام. هنا نفس الفعل، هنا ستوب وهنا ستوب. ماشي. بس بص يا سيدي، النهايه سواء هي كانت تو والمصدر او الفيرب بلس ing بتغير معنى الفعل ازاي؟ يعني بص، تعال ناخد الفعل ده. عندي ستوب هنا، حلو الكلام. لو جه بعدها تو المصدر، حلو الكلام، او هنا بتكلم هنا لو جه بعدها تو المصدر دي معناها يتوقف. ما هنا ستوب معناها يتوقف، حلو الكلام، عشان هيعمل حاجه لكي يفعل شيء. هو ساب اللي في ايده، توقف عن اللي في ايده عشان هيعمل حاجه. طيب لو جه بعدها بقى الفيرب بلس ing هو وقف وخلاص، هو مش هيعمل حاجه دي، هو خلاص سابها. يعني هو وقف وخلاص سابها خلاص، يعني ما وقفش عشان حاجه، هو خلاص عشان هو خلص. قال لي ماشي. طيب تعال نخش على اللي بعده. عند الفعل remember معناه يتذكر. قال لي ماشي. طيب لو جه بعدها تو المصدر، يعني لو جه بعد remember تو المصدر هيبقى ايه؟ بص كده ركز. remember لم يفعل الشيء، بص كده ركز على التعريف، لم يفعل الشيء وتذكروا، حلو الكلام، وهيعمله دلوقتي، تمام. طيب تعال نشوف بقى لو جه بعد remember الفيرب بلس ing هنا هو عمل الحاجه، حلو الكلام، هو عمل الحاجه خلاص وافتكر ان هو فعلها، يعني كده الفعل هنا ايه؟ تم. انما هنا الفعل ما تمش. قال لي ماشي. طيب تعال نشوف اللي بعده. عندي forget. طيب لو جه بعد forget تو والمصدر، انا بقول لك الدرس ده كله حفظ عامه. لو جه بعد forget تو والمصدر، تمام، ده معناه ايه؟ معناه ان هو نسي، تمام، ان هو ايه؟ ان هو يعمل الحاجه. قال لي ماشي وهيعمله. طيب يعني كده الحدث تم ولا ما تمش؟ ما تمش. طيب لو جه بعد forget الفيرب بلس ing هنا هيبقى فعل الشيء، تمام، ونسي ان هو عمله نفس الشيء اللي فوق، يعني كده الحدث هنا تم. طيب تعال نشوف اللي بعده. هنا الفيرب ده لو جه بعدها تو المصدر، لو جه بعده تو المصدر لو هنا جه بعديه تو المصدر معناه ايه؟ ان هو ايه؟ يندم لانه مضطر. يعني بص ركز على التعريف، يندم لانه مضطر ان يفعل الشيء. يعني كده الفعل تم ولا ما تمش؟ يلا اقرا التعريف تاني. يلا استنتج من التعريف. يبقى كده ايه؟ الفعل لم يتم. قال لي ماشي. طيب تعالى كده نشوف الناحيه الثانيه. لو جه بعدها الفيرب بلس ing فعل الشيء وندم عليه، حلو الكلام، يعني هو خلاص هو عمل الحاجه وندم عليها. قال لي ماشي، يعني كده الحدث تم. طيب من الاخر يا مستر، يعني انا ايه لو جه فيرب بلس ing معناه كده ان هو ايه؟ الفعل ايه؟ الفعل ايه؟ استنتج الفعل لم يتم. قال لي ماشي. الفعل تم، اسف.
كده يا سيدي اكون فنشت لك نص المنهج في وقت قليل جدا. تعالى بقى كده نخش على اللي بعده. تعالى بقى كده نخش على يونت 10 نشوف بيتكلم معايا على ايه. بص يا سيدي، يونت 10 بيتكلم معايا على حاجه اسمها الدايركت والاندايركت بس في صيغه السؤال. وانت طبعا درست الترم اللي فات الدايركت والاندايركت في صيغه الجمله الخبريه، وبرضك هتدرس الدايركت والاندايركت برضك ولكن في يونت 12 اللي هو انا هشرحه لك بعد اليونتين اللي جايين دول. عندي الدايركت والاندايركت ولكن في الجمله الامريه. طيب بص يا سيدي، طالما احنا هندرس دايركت واندايركت يبقى لازم تبقى فاهم معايا حبه حاجات. ايه هما؟ بص يا سيدي، لو انا عايز دلوقتي يعني ايه اصلا دايركت ويعني ايه اندايركت. بص يا سيدي، كلمه دايركت ده اللي هو الكلام المباشر. كلام ايه؟ اللي هو الكلام المباشر. حلو الكلام. يعني مثلا بص كده، هو الدرس ده عامه بيتلخص في القيل والقال. يعني ايه؟ يعني انت مثلا انت بتقول ده فلان عمل وده فلان سوى، صح كده؟ قيل وقال. طيب انا نفس الكلام ازاي؟ يعني انت لو انا جيت دلوقتي قلت لك انا بحب السمك، انت والله دلوقتي خرجت لاخوك بره في الصاله قلت له ده الحق ده مستر محمد قال انه بيحب السمك، انت عملت ايه؟ انت قلت ان مستر محمد قال انه بيحب السمك. تعالى كده ثواني بس كده، مستر محمد قال. انا عايز كلمه قال دي انه، صح كده؟ انا عايز كلمه انه دي بيحب السمك، صح الكلام؟ قلت له اه. اهو ده بقى اللي انت بتدرسه، اللي هو انت هنا مثلا he said. انا عندي كلمه said دي وsaid to والحاجات اللي زي كده وتولد والكلام اللي زي كله ده معناه ان هو قال لي. حلو الكلام. طيب يبقى انا كده عندي كلمه said دي بمعنى قال. he said هو قال. طيب he said to me هو قال لي، قال لي انا. حلو الكلام. طيب دي حبه اساسيات عامه، يعني انا لسه هقول لك كام حبه اساسيات بس الحاجات دي هي كانت المفترض ان انت عارفها من الترم اللي فات، بس انا هقول لك الاساسيات دي. طيب في حاجه تاني؟ قلت له اه. قلت له شكل الكلام المباشر بيكون عامل ازاي والغير مباشر بيكون عامل ازاي؟ قال لي انت هعرفه من الجمله. قلت له لا. قلت له ثواني، الكلام المباشر الدايركت قلت له احنا بنحطه في حاجه اسمها كوتيشن. يعني ايه؟ مش فاهم. قلت له احنا بنحطه في حاجه اسمها علامه تنصيص. ده كده كلام المباشر. يعني اي كلام مباشر يا مستر بيكون ما بين علامه التنصيص؟ قلت له اه. ولما اجي احول الكلام هحط حاجه اسمها سد. تمام، سد او سد تو. حلو الكلام. او حاجه اسمها told. قال لي ماشي. طيب مستر لو الكلام منقول هيبقى فيه اي حاجه من دول؟ في اي حاجه من دول ومش هيكون فيه كوتيشن. قال لي ماشي، بس ده على فكره في الجمله الخبريه. تعالى بقى كده نشوف، تعالى كده نفتح البوستر مع بعض ونشوف شكل الدايركت والاندايركت اللي معايا بس في صيغه السؤال. قال لي ماشي يلا بينا. تعالى بقى كده نخش على يونت 10 ونشوف شكل الدايركت والاندايركت ولكن في صيغه الكويشنز، الاسئله. تعالى اشتغل يا عم. بص يا سيدي، انا اتفقت معاك ان احنا عندنا شكلين من الاسئله، صح كده؟ قال لي اه. قال لي في سؤال بيبدا بالدبليو اتش اللي هي كلمات الاستفهام، في عندي بعض الاسئله بتبدا بايه؟ افعال مساعده اللي هو بي، صح كده؟ او هاف او دو. ماشي، تصرفاتهم طبعا. طيب يا سيدي، تعالى بقى كده نشوف خطوات التحويل بنحول ازاي. اول حاجه بنحول فعل القول، اللي هو يعني ايه فعل القول؟ اللي هو زي ما اتفقت معاك اللي هو say say to. تمام، says to said او said to. قال لي ماشي. طيب دول بيتحولوا لايه؟ يعني انا بدل ما كنت بستخدم say او said والكلام ده كله هستخدم حاجه بس دي في صيغه السؤال. ها طيب بالنسبه ما طبيعي هنا انا كنت بقول لك هو قال لي، لكن هنا ده سؤال. تمام، يبقى هقول لك سالني، صح كده؟ مش انا لما انا كنت بتكلم معاك في الدايركت هناك في الجمله الخبريه كنت بقول لك ان هو قال لي او اخبرني
يبقى انا هنا ده سؤال، فطبيعي ان هو هيبقى سالني. قال لي ماشي. say وساي تو هتحولوا لحاجه اسمها ask. طيب says وsays to هتحولوا لحاجه اسمها asks. ماشي. عندي said تمام وsaid to هتحولوا لحاجه اسمها asked. قال لي ماشي. طيب تعال نشوف اللي بعده. انا طبعا الاضاءه داخله في عيني فمش شايف. هنا قال لي يمكن ان انا استخدم الكلمات بدل الكلمات دي، بدل الثلاثه دول. دول ايه هم؟ تمام. بس طبعا مش هيجي بعدهم مفعول. يعني انت هنا، مش انا كنت بقول لك هناك said to me صح كده؟ ما طبعا لا، لو انا هستخدم الثلاثه التانيين دول او هستخدم دول مش هينفع ان انا احط بعدهم اوبجكت مفعول. قال لي ماشي. تعالى كده نشوف اللي هم يتساءل تمام wondered ممكن استخدمها، بس طبعا مش هينفع ان انا اجيب بعدها مفعول. طيب inquired يسأل مش هينفع برضك ان انا اجيب وراه مفعول. wanted to know برضك مش هينفع ان انا اجيب ايه بعدها مفعول، دي معناها يريد ان يعرف. ماشي. لان طبعا هنا بص كده بالعقل، يريد ان يعرف حاجه لازم تيجي بعدها الحاجه. قال لي ماشي. طيب الطريقه بقى، تعال نخش بقى هنا، دي كانت الخطوه الاولى ان انا احط فعل القول اللي هو زي ما اتفقت معاه. هنا في الطريقه الثانيه يا اما هنا بص، يا اما هتبقى دول هيتحولوا، الاثنين دول هيتحولوا لاسكد، ودول هيتحولوا لاسكس، وهنا هيتحولوا لاسك، ودول يجي بعدهم مفعول، دول يجي بعدهم مفعول اوبجكت عادي. قال لي ماشي. انما الثلاثه دول ما بيجيش بعدهم مفعول، اللي هم wondered وزي ما قلت لك inquired والباقي ما ينفعش يجي بعدهم مفعول. قال لي ماشي. تعال نخش بقى على الطريقه الثانيه او الخطوه الثانيه، اسف. بنحذف طبعا الفاصله، حلو الكلام، اللي هو او اللي بتاعت الاقواس. ماشي. زي ما اتفقت معاك الكوتيشن بنحذفها. طيب وفي حاجه انا نسيت اقولها لك، ان احنا عندنا، مش انا قلت لك ان انا قلت لك عايز كلمه انه؟ من الناحيه الثانيه مش قلت لك ان انا عايز كلمه انه؟ صح. مستر محمد قال انه بيحب السمك. ما هي كلمه انه ديت كانت في الدايركت، في الاكتف هناك في الجمله المثبته كنا بنستخدم حاجه اسمها ذات. تمام. انا بقى هستبدل كلمه ذات، وكانت ذات ديت كنت بستخدمها عشان اربط. بدل كلمه ذات هنا في السؤال انا بستخدم حاجه اسمها if او بستخدم حاجه اسمها whether. قال لي ماشي. يبقى انا كده هستخدم يا اما if يا اما whether، ودول بستخدمهم في النص عشان اربط ما بينهم. طيب وبيجي بعدهم الفاعل ثم الفاعل. قال لي ماشي. تعال نشوف اللي بعده. على فكره اي درس جرامر انا بشرحه في الحل انا بعيد تاني القاعده، يعني بجيب القاعده وبشرحها من تاني وبديك عليها بقى ايه في الحل. قال لي ماشي. احنا غالبا هنحل معاكم في الكورس ده، هنحل معاكم غالبا 28 صفحه او حاجه زي كده، في ملزمه مخصصه انا هعملها لكم، هسيبها لك في الديسكربشن تحت مع البوستر ده عشان تطبعها كده وتظبط حالك. طيب الحاجه الثالثه، لو جه بعد فعل القول مضارع، تمام، مش هنحول الزمن. لو جه بعديه ايه مضارع مش هنحول الزمن. ماشي. طب لو جه بعد فعل القول ماضي، هنحول الزمن لحاجه تاني، لماضيه. قال لي ماشي. طيب وكذلك علامات الازمنه اللي هي الحاجات اللي بتدل على الازمنه، لان طبعا كل حاجه لها تحويلات وهقول لك دلوقتي. واسماء الاشاره، تمام، وبنحط نقطه في نهايه التحويل ده كده الاخر، يعني بعد ما نخلص تحويل بنحط نقطه. قال لي ماشي. طيب دي بقى التحويلات دي طبعا انت بتحفظها، تمام، اللي هي التحويلات بتاعت هنا مثلا دي والتحويل بتاعها جو بيفور وهكذا. تمام. هنا ناو هتبقى زن، هكذا. لازم تبقى فاهم ان دول لو جالك في الدايركت، يعني انت لو كلمه زي دي جات لك في الدايركت في المباشر، ده كده هيكون شكلها في الغير مباشر. ماشي. يعني انا كده لو انا هنا بتكلم على ذات، هنا لو هنا هنا جات لي في الدايركت في المباشر، يبقى في الغير مباشر ذات. طيب this هتبقى those. قال لي ماشي. طيب yesterday تبقى the day before. طيب tomorrow the following day، هكذا. طيب
هتبقى ناو هتبقى زن. تمام، هكذا بقى انت بتحفظهم لان معظم دول كده بيبقوا حفظ عشان تعرف تحل. مهم جدا ان انت تحفظهم. يا جماعه احتمال اصلا وجود الدرس ده احتمال كبير جدا. طيب تعالى كده نشوف بقى التحويل ده. بص كده، ادي دي جمله قبل ما تتحول. هنا اهو فعل القول هنا ايه؟ says. طيب says هنا زي ما اتفقت معاك من فوق هتتحول لايه؟ تحول لاسكس. شاطر، تحول لاسكس هنا. طيب هنا وانا بحاول اهي نفس الجمله، طبعا انا مش شايفش الاضاءه. نفس الجمله هي says to me. تمام، هنا ديك مباشر ولا غير مباشر؟ ها لا، قلت لي دي مباشر. ليه مباشر؟ قلت لي عشان في هنا كوتيشن يا مستر. قلت له صح. هنا بيقول لك استخدم اسكس. قلت له ماشي. يبقى انا كده هعمل ايه؟ قلت له بص، هحط الاول ضمير عادي جدا اسكس. تمام، مي على طول. هربط بايه؟ مش اتفقت معاك هتربط باف او وزر؟ قال لي اه. طيب هنا ربطنا بايه؟ باف. جه بعدها هنكمل بقى عادي اهي بقيه الجمله. وعملنا ايه؟ حطينا فول ستوب في الاخر نقطه. قال لي ماشي. السؤال بقى اللي بيبدا بالدبليو اتش كويشنز بتعامل معاه ازاي؟ اللي هو بيبدا يعني بكلمه استفهام. تعال نشوف خطوات التحويل. بنعمل نفس الكلام، بنعمل نفس الكلام من الاخر. تمام، بس هنا كلمه الاستفهام بنحطها في الاول، بعد كده يجي بعدها الفاعل ثم الفعل. اثبت يا عم. الفاعل ثم الفعل، وبنعمل نفس الكلام. حلو كلام. هنا اهي قال لك استخدم 100. تعالى كده هنا ده السؤال. he said to me. ماشي. قال لك هنا where اهي دي كلمه الاستفهام اللي حاططها في النص. تمام، do you ايه life. تعالى نشوف هنا he 100. تمام، بعديها جت الوير، بعد كده I lived. هنا بص كده احنا عملنا ايه؟ هنا الفاعل ثم الفعل. ماشي، وبكده برضو ده نفس الكلام. بكده اكون خلصت لك يونت 10. تعالى بقى كده نخش على يونت 11. ويونت 11 ده مهم جدا يا جماعه. حلو الكلام. بص اليونتات المهمه عندي، هو كل المنهج طبعا مهم، بس ليله الامتحان انا بقى كده هقول لك على كام تريكايه وكام درس تخلي بالك منهم. يلا بينا، يلا بينا. تعالى بقى كده نخش على يونت 11 نشوف بيتكلم معايا على ايه. بص يا سيدي، احنا اللي فات ده شرحناه كان دايركت واندايركت وهكذا. طيب لكن احنا هنا في اليونت ده بنتكلم على تنسز يعني ازمنه. بمعنى، خليني برضو كده اقول لك اساسيات الحته دي. هو انت في العربي بتعمل ايه؟ يعني انا لو جيت هنا مثلا قلت لك فعل زي كده يذهب، الفعل ده في انه زمن؟ كده ده مضارع صح كده؟ طب بعد اذنك ممكن تحوله لي الماضي؟ قلت لي ثواني، يذهب يبقى ذهب صح؟ قال لي اه بالظبط كده. انت عملت ايه؟ انت خليت لي الفعل على وزن حاجه اسمها فعل صح كده؟ قلت له طب ما انا زيك بالظبط، انا بعمل ايه؟ مثلا تعالى ناخد فعل كده زي بلاي. بلاي مثلا خلوا لي مثلا كده ماضي. قلت لي انا هحط لك اي دي، فبقى بدل ما كانت بلاي بقت بلاي صح كده؟ طيب يبقى انت حطيت ايه؟ اي دي، عدلت على الفعل زي ما انت بتعمل في العربي. قلت له ماشي. طيب تعال ناخد فعل تاني زي مثلا زي واتش. خلوه لي ماضي. قلت لي واتش. يبقى انت عدلت في شكل ايه؟ شكل الفعل، وكمان عملته على نفس الوزن زي ما عندنا في العربي بنعمل. قال لي ماشي. بس قلت له على فكره احنا العربي عندنا ثابت لكن الانجليزي لا. بمعنى ان انا عندي الانجليزي كده رخم شويه، ان مش كل الافعال بتبقى ماشيه مع القاعده على طول. عندي حاجه اسمها افعال شاذه irregular. يعني ايه؟ يعني ما بتبقاش ماشيه مع القاعده من الاخر. ازاي؟ يعني مثلا الفعل ده مثلا ممكن تخلوه لي ماضي. تقول لي ثواني، انت قلت لي ان انا عشان اخلي الفعل ماضي اضيف له اي دي. طيب ممكن تضيف لي اي دي كده مع الفعل ده؟ مش هيطلع، الصوتيات اصلا مش هتطلعه. فقال لك احنا خلاص هنقول عليه ايه؟ هنقول عليه ويند. ثواني يا مستر، بس ده شكله متغير خالص، يعني ده جو وده ويند، ده مش راكب معاه خالص. قلت له اه، ما هو ده اسمه فعل ايه؟ شاذ، مش ماشي مع القاعده علشان خاطر الصوتيات بتاعت جسمنا اصلا مش هتطلعه. يعني مثلا تعالى برضك ناخد فعل تاني. فعل زي قط، ممكن تخليه لي كده ماضي. هضيف له اي دي قطت، مش هيطلع، يبقى تقيل. وهم هناك بيتكلموا بسرعه، الاجانب معظمهم بيتكلموا بسرعه فمش هتطلع معاه. فالتصريف التاني بتاعه في الماضي قد برضك، والتالت قد. طيب
تعالى بقى كده نشوف الدرس بيتكلم عليه. مستر هو انت مش كنت بتشرح الدرس يا عم؟ لا انا كنت بمهد لك. بص يا سيدي، قال لك هنا الماضي البسيط هو التصريف الثاني. يعني ايه تصريف؟ مش عارف، استنى. تمام، هو التصريف الثاني للفعل، وكمان برضو هو الحدث الثاني. يعني ايه بقى؟ بص بقى، انت دايما بتلاقي كده في اي كتاب خارجي او كتاب المدرسه تلاقيه دايما بيقول لك ايه؟ هو التصريف الاول، هو الحدث الاول، مش عارف ايه. يعني ايه تصريف ويعني ايه حدث؟ مش انا هنا قلت لك قط قط قط؟ قلت لي اه. ايوه، يعني دول معانيهم ايه برضو؟ انا كده ما فهمتش. قلت له بص، ده كده بنسميه تصريف اول، وده غالبا بيكون البريزنت. تمام. والتصريف الثاني بيكون دايما الماضي، وبيكون غالبا اخره اي دي. طيب، والتصريف الثالث بيكون حاجه اسمها البي بي. يعني ايه برضه؟ ده غالبا بنستخدمه مع المبني للمجهول، وغالبا برضه بنستخدمه مع الازمنه التامه. قال لي ماشي. طيب، عندي برضه فعل مثلا زي بلاي، المضارع بلاي، تصريف اول يعني، تصريف تاني بلايد، تصريف تالت بلايد برضه. ماشي يا سيدي. طب ايه الحدث الاول دي؟ بص يا سيدي، لو انا جيت قلت لك انا اتخرجت من 3 سنين واشتغلت من سنتين، تمام كده انا حددت زمن، صح؟ اه. لو انا بقى جيت قلت لك انا اتخرجت، او اتخرجت واشتغلت، كده حدثين في الماضي، صح؟ انت كلهم انت عملتهم على وزن فعل في العربي. طيب، لكن احنا هنا عندنا في الانجليزي ما بنعملش كده. ازاي؟ يعني انا لازم اقول لك انه فيهم حدث اول، لازم اميزه. انا اتخرجت الاول؟ لا، لو انا اتخرجت الاول وبقول اكتر من حدثين في الماضي، يبقى انا هستخدم حاجه اسمها ماضي تام في الاول، وبعد كده هستخدم ماضي بسيط. ده كله طبعا هوريه لك لما نيجي نشرح الماضي التام، لان انا عندي الماضي التام برضه. قال لي ماشي. طيب يا سيدي، تكوين الزمن ده ايه؟ شكله عامل ازاي؟ قلت له ان انا بجيب السبجكت الاول، بعد كده اي دي او اي دي او دي في الاخر، يعني اخره اي دي. ماشي. وبعد كده بحط ايه؟ بحط التكمله عادي جدا. الفعل يعني سبجكت وفعل، سبجكت بلس الفيرب بلس اي دي، اي دي. بعد كده بكمل عادي جدا. قال لي ماشي. تعال نشوف امثله. ثواني يا عم نصغر البتاع دي. هنا وي، هنا بص كده ركز في الفعل ده، وي. هنا arrive ده المصدر. حلو الكلام. ضفت له في الاخر دي، يبقى ده كده ماضي. ماشي. هنا برضك نفس الكلام، هنا في الاخر بتاع معلقه. هنا نفس الكلام برضو. ماشي. قال لك بقى حاجه، ان الافعال اللي هي الريجولار، اللي هي الشاذه او الغير منتظمه، ديت ملهاش حل غير ان هي بتتحفظ. بمعنى ان بص كده، هنا عندي رايت يكتب، الماضي منه روت، يعني مش شبهه خالص. ده الماضي، ده معناه كتب. هنا يكتب. قال لي ماشي. طيب، بات هنا نفس الكلام، بات زي ما هي، ده الماضي بتاعها. طيب، هنا هاف، المفروض هنا اضيف اي دي، لا الماضي بتاعها هاد. قال لي ماشي. هنا يمتلك، هنا هاف يمتلك، هنا امتلك. قال لي ماشي. طيب، في حالة النفي في الماضي انا بنفي ازاي؟ ازاي بنفي في الماضي؟ بحط الاول السبجكت، بعد كده didn't، واتفقت معاك عشان دايما في النفي ان انا بحط، او غالبا بحط ابوستروف تي. ماشي. طبعا بعد كده احط المصدر، دي حته مهمه جدا. قال لي ماشي. تعال نشوف اللي بعده. هنا ممكن برضك ان انا استخدم الوز والوير، تمام، لان هم برضك هنا افعال مساعده معانا، وهحط لهم نوت. تمام. طيب، هنا وز وير بمعنى كان في الماضي، هحط لهم وانا بنفي هحط نوت. ماشي. تعال نشوف شكله ازاي بسأل بهل، بعمل السؤال اللي هو بهل. اول حاجه هحط فين الفعل المساعد؟ كان اسمه، مش احنا نفينا بديدنت، يبقى الفعل المساعد اللي عندنا اسمه ديد. هحط ديد في الاول، بعد كده الفاعل، وبعد كده مصدر، وبعد كده علامه استفهام. طيب، وبرده كان عندي فعل مساعد تاني was were، صح كده، اللي هو verb to be بس في زمن الماضي. هحطه في الاول، وبعد كده
الفاعل بعد كده بقى صفه او اسم. يبقى تركز بقى ان انت بتعمل هنا السؤال بشكلين، يا اما بفيرب تو بي اللي هو الماضي بتاعه اللي هو was were، بس ان انا هحط معاه يا اما صفه او اسم. طب لو ما فيش صفه او اسم عادي ممكن ان انا اعمل سؤال بديد وهحط اي حاجه بعد كده عادي. طيب يعني كده مش هتعطل. تعالى بقى نشوف بالدبليو اتش، نشوف حاله السؤال بالدبليو اتش. هحط الاول كلمه الاستفهام، وبعد كده هحط ديد لان هي الفعل المساعد الاساسي اللي عندنا، وبعد كده هحط السبجكت، بعد كده مصدر وعلامه استفهام. قال لي ماشي. هنا اهو ده سؤال طبعا، هنا انا حطيت علامه استفهام وير وبعد كده ديد، بعد كده السبجكت زي ما قلت لك بلس بعد كده الفيرب، وبعد كده كملته في الاخر علامه استفهام. ده كده الماضي البسيط بكل بساطه. تعالى بقى كده نخش على الماضي التام نشوف بيتكلم معانا على ايه. بص يا سيدي، الماضي التام ده هو دايما الحدث الاول، بمعنى ان هنا انا كنت قلت لك هو الحدث الثاني، الماضي البسيط هو الحدث الثاني، يبقى انا كده عندي الماضي التام هو الحدث الاول. طيب بستخدمه في ايه؟ او تعالى بس كده اقول لك تكوينه ايه الاول. بص يا سيدي، في الاول بحط السبجكت زي ما اتفقنا، وبعد كده هحط الهاد، تمام، والنفي بتاعه هادنت، ان انت هنا عندك ابوستروف تي، ماشي. بعد كده هحط البي بي، يعني هجيب الفعل واجيب التصريف التالت بتاعه. قال لي ماشي. تعال نشوف اللي بعده. بص بقى، بنستخدم الماضي التام مع الماضي البسيط، تمام، للتعبير عن حدث تم الاول. مش انا هنا قلت لك انا اتخرجت الاول وبعد كده اشتغلت؟ قال لي انت استخدمت الماضي التام الاول لما اتخرجت، وبعد كده استخدمت الماضي البسيط لما اشتغلت، واقدر استخدمه في اي حاجه ثانيه في الماضي لو انا بكمل. طيب قال لي ماشي، ده كده الجزء اللي احنا شرحناه. يعني كده اي حدث كده الحدث الاولاني هيكون تام. قال لي ماشي، والباقي هيكون بسيط عادي. طيب في هنا برضك عندي تركايه، ايه هي؟ ان انا عندي after بتساوي as soon as. قال لي ماشي، وهنا ممكن يجي بعدها because. ماشي. طيب وعندي because هنا. بص هنا برضك على التركايه دي، بص كده هنا لو after جه بعديها as soon as وبعد كده before، طب بقى because اسف، ديك هتبقى ماضي بسيط بعديها ماضي تام. تمام؟ يعني انت لو هو عمل لك كده، تمام، وهنا ماضي تام وجاب لك الكلمات ديك، يبقى هتحط اللي في الاول هنا ماضي بسيط. قال لي ماشي. طب لو العكس، لو هو جايب لك دول وجايب لك هنا فاضي، يبقى هتحط هنا ايه؟ ماضي تام. قال لي ماشي. تعالى هنا نشوف التاني. لو انا هنا عندي بيفور، والتركايه دي جايه لك في الامتحان، التركايه دي انا بقول لك جايه لك في الامتحان. لو هنا عندك بيفور، حلو الكلام، جات لك بيفور في الاول وبعدها باي ذا تايم، يبقى هنا هيبقى ماضي بسيط، يبقى ترتيب الجمله هتبقى ماضي بسيط وبعدها ماضي تام. قال لي ماشي. طيب كده كان معايا الماضي التام بكل بساطه، ودي طبعا الامثله عليه زي ما قلت لك هنا اهو، باي ذا تايم، تمام، يبقى اللي هيجي بعديها هاد اهي، يبقى ده كده ماضي تام. ماشي. تعالى هنا افتر، يبقى هنا اللي هيجي الاول ايه؟ افتر هيبقى يجي هنا اهو، هيبقى ماضي تام الاول وبعد كده هيبقى ماضي بسيط. تمام يا عمنا، وانا هعيد لك على الحاجات ديت في الحلقه. تعالى بقى كده نشوف يونت 11، وهو اليونت الاخير معانا، بيتكلم معايا على الدايركت والاندايركت ولكن في الجمله الامريه. يلا بينا. تعالى بقى كده نبدا بيونت 12 نشوف بيتكلم معايا على ايه. بص يا سيدي، انا هنا عندي الدايركت والاندايركت في الاوردر، حلو الكلام. طيب في الجمله الامريه او في الامر، بص يا سيدي لازم تبقى فاهم ان انا عندي طريقتين للامر، للجمله الامريه للنفي يعني. بص انا الاول عندي امر مثبت وعندي امر منفي. قال لي ماشي. طيب الامر المنفي انا بنفي بطريقتين، يا اما بدونت او نيفر، والاثنين بيجي بعدهم المصدر. قال لي ماشي. والامر المثبت بيبدا بالمصدر بدون اي اضافات من الاخر. طيب وطبيعي ان انا هحط الفعل. لو انا جيت هنا وقلت لك اوبن ذا دور، هو الفعل هنا رقم كام؟ قلت لي واحد. اوبن ذا دور بقول لك افتح الباب، دي امر صح؟ قال لي صح. يبقى انا عشان اعمل اي حاجه فيها امر هحط لك الفعل رقم واحد على عكس ما احنا كنا بنعمل. قال لي تمام. طيب تعالى بقى كده نشوف بنحول الجمله دي ازاي، او بنحول الجمله الامريه ازاي. بص يا سيدي، اول حاجه دي كده فعل القول اللي عندي،
حلو الكلام. طيب هنا فعل القول لما يتحول هيبقى هنا يتحول معايا لتولد، طبعا كل واحد بمعناه بس دول كلهم افعال قول. طيب هنا هيبقى قال او اخبر، تمام، ادفايس نصح، وهكذا. دي كده كل الافعال اللي هم 6. ماشي. تعالى بقى كده نشوف بنحول ازاي. الطريقه الاولانيه بنحول فعل القول للحاجات ديت، ده هنا كده في الدايركت ولا في الاندايركت؟ لا هنا في الاندايركت لما نيجي نحول. اللي ماشي. طيب تاني حاجه بنحذف الفاصله، وبعد الفاصله بنحذف الاقواس زي ما متفقين، دي قاعده ثابته معانا. طيب هنا بقى هنربط بايه؟ قال لي هنا احنا هنربط بتو. ماشي. وبعدها هيجي المصدر، لان طبعا هنا تو انت عارف ان ده البريبوزيشن اللي بيجي دايما بعديه حرف الايه؟ الحرف الجر اللي دايما بيجي بعديه ايه؟ المصدر. قال لي ماشي. طيب ده طبعا المثبت. ماشي. تعال نشوف اللي بعده. بعد كده بعد ما بنحذف الاقواس برضو ممكن ان احنا نربط بنوت تو. ماشي. وبعدها كده هيجي ايه؟ اللي هيجي برضو المصدر، ما هو هنا في برضو تو اهي. ماشي. بس طبعا هنا في المنفي. قال لي ماشي لان طبعا هنا عندي في نوت. طيب وعلى فكره الدرس ده اصلا ما فيهوش افكار كتيره يعني. بص يا سيدي تعالى كده نشوف دي. هنا انا هربط بايه؟ بتولد، او هنا انا هستخدم فعل القول ايه؟ تولد. هنا انا عملت ايه؟ ذا تيتشرز. هنا بيقول لك حولها، فلما هحولها ها the teachers told me. ماشي. the teacher اخبرني. ماشي اخبرني بايه بقى؟ هربط بتو. تمام. open the book. هنا اهو ادي كده اهي الفعل معايا او الامر يعني بشكل عام. تعال نشوف اللي بعده. لو عندي كلمه بليس جت داخل الاقواس بنحذفها، لما بنيجي نحول بنيجي ايه؟ نقوم حذفينها. قال لي ماشي، يعني احنا كده هنحذف كلمه بليس. ماشي. هنا اهي بيقول لك استخدم لي كلمه بليس، وهنا فعل القول اسكت. ماشي. تعالى نحط كلمه بليس، مش هنحطها، لو خدت بالك هنا ما اتحطتش، اتحذفت. ماشي. تعال نشوف اللي بعده. لو هنا جالي جملتين امر مع بعض بربط ما بينهم بحاجه اسمها اند. ثواني كده الشاشه تفتح. لو جالي جملتين امر مع بعض وانا بربط بحط ما بينهم اند. يعني هنا كده اهو ركز كده، هنا جالي كام؟ هنا جالي جملتين امر مع بعض. هنا said to me، تمام، study your lesson، تمام. هنا برضو ادي فعل تاني، امرين تاني. ماشي. تعال نشوف هنربط ما بينهم ازاي. هنحط هنا طبعا فعل القول اهو advised، هحطه he advised me. يلا ادي كده الاولاني ربطت بعديه باند وبعد كده كملت. ده كده الجرامر بشكل تفصيلي. انا يعني شرحت بشكل سريع شويه بس علشان خاطر انا كده كده هعيد عليك في الحل، وانا بحل زي ما اتفقت معاك هبدا ان انا اشرح لك كل حاجه تاني، تمام. بس في السؤال يعني انا قلت لك انا غالبا انا عامل لك ملزمه معديه 30 صفحه، هي لسه ما خلصتش، تمام. في الوقت اللي انا بصور فيه هي لسه ما خلصتش، هي بتخلص بس لحد دلوقتي احنا معديين ال 30 صفحه. فهبدا ان انا احل معاك 30 صفحه حل اسئله انا اللي مالفها، واسئله تقيله، اسئله التقييمات، اسئله الكتاب المدرسي. فطبعا مش هيخرج بره الامتحان باذنك يا رب. وهحل معاك كمان الكتاب المعاصر اللي هي النماذج اللي بتاعه المراجعه النهائيه، تمام. سيبك بقى تخش على جزء الكلمات وباقي المراجعه بتاعتها. يلا سلام عليكم. تعالى بقى كده يا بطل نخش على سؤال الدايلوج المحادثه نشوف بنحله ازاي. بص يا سيدي، صلي بينا على النبي الاول. سؤال الدايلوج ليه طريقتين. ازاي؟ او تعالى كده اقول لك برضو كام حاجه عشان تبقى فاهم. ده كده في هنا علامه استفهام، يبقى ده كده سؤال. يا مستر بديهي يا مستر، ما علامه استفهام. طب بتفهمني ايه؟ اما اصبر بقى عليا. لو انا جيت برضو عملت لك كده ونقطه، يبقى انت كده بتتكلم معايا على اجابه. يبقى انا كده لو شفت علامه استفهام يبقى كده ايه؟ ده سؤال. هنا كده نقطه يبقى مفيش سؤال. قال لي ماشي، تبقى دي الاجابه بتاعته. قلت له ماشي. اي محادثه بيكون فيها اشخاص، ما طبيعي ان هي بتكون مثلا ما بين مثلا واحد اسمه علي وواحد اسمه عمرو مثلا. قال لي ماشي. لازم ان انا ابقى عارف الاشخاص دي، تمام، يعني اعرف ده بيقول ايه وده بيقول ايه. ماشي ده مش موضوعنا. طيب بس المحادثه ليها طريقتين ازاي في الاجابه. يا اما هاخد طريق اسمه الاجابه الكامله اللي هو بيسموه الفول انسر،
اجابه كامله. من هنا بتكلم على الاجابات ها. طيب يا اما حاجه اسمها يس او نو. مش فاهم. بص يا سيدي، لو انا جيت هنا قلت لك هل، بدات بهل، ها ركز عشان الحته دي مهمه. جيت قلت لك هل تحب البيتزا، ترد بايه؟ تاخد انه اجابه من دول؟ تقول لي اه يا اه يا لا، صح كده؟ يا اه يا لا، صح؟ قال لي اه فعلا. هترد اجابه كامله؟ قال لي غالبا لا. انا هرد بالاجابه كامله. هو حد بيقول لي بتحب البيتزا ولا لا، فاقول له يا اه يا لا، خلصت، ما فيهاش اي حاجه. ماشي. طيب لو انا جيت هنا شلت كلمه هل دي، وركز على كلمه هل دي عشان مهم، وجيت قلت لك مثلا اين، وكملت اين تعيش، هترد تقول لي يس او نو؟ ترد تقول لي يعني هقول لك مثلا اين تعيش، تقول لي يس، تبقى ده عبط، ده اسمه عبط، صح كده؟ يبقى هاخد طريق الاجابه الكامله اللي هو ايه، هتقول له انا اعيش او انا اعيش في كذا، صح كده؟ قال لي صح. طيب عرفت منين ان انت هترد اجابه كامله، او عرفت منين ان انت هترد بيس او نو؟ قال لي عن طريق الكلمه اللي هنا. قال لي انا هنا لو لقيت كلمه زي اين، تمام، متى، الحاجات دي كلها هرد بايه؟ هرد باجابه كامله. ولو لقيت سؤال بيبدا بهل، هرد بيس او نو. قلت له تمام. ده اللي انا عايزك تعرفه. لان انا عندي كلمه هل، كلمه هل عندي ممكن ان انا احط فعل مساعد يبقى اسمه هل. ازاي؟ يعني انا مثلا، مش انا عندي افعال مساعده زي مثلا verb to be، verb to do، verb to have، هكذا. قال لي هو فعل. قال لي دول انا ممكن ان انا احطهم في الاول هنا، ودول لو هم جم في اول الجمله او في اول السؤال اسف، بيكون معناهم هل. تعال نشوف الكلام ده. انا طبعا كده كل ده انا لسه ما شرحتش. وانت كنت بتعمل يا مستر؟ انا بمهد لك، انا ما شرحتش حاجه، اصبر. تعالى بقى كده نقرا. بص يا سيدي، بيقول لك هنا لازم ان انا اقرا المحادثه كلها في الاول. قال لي ماشي. ولو لقيت عندي اي حاجه من الثلاثه دول، حلو الكلام، بيس او نو او شور او اي كلمه قريبه منها، يعني حاجه زيها كده، يبقى طبيعي، طبيعي كده كده طبيعي ان دول ايه، يعني بسأل بيهم بحاجه اسمها هل. يبقى اللعبه كلها في كلمه هل. طيب كلمه هل ديك اللي هي ايه؟ هقول لك دلوقتي يا اما verb to be، يا اما verb to do، يا اما verb to have. مستر انا على فكره انا ما اعرفش الحاجات دي، هشرحها لك دلوقتي ومشروحه في فيديو الباراجراف عندك، انا شارح كل الاساسيات دي. طيب تعالى بقى كده نشوف. رقم واحد ان انا لازم انا ابقى عارف تركيبه السؤال عامله ازاي. انا ما بعرفش اكون سؤال، فطبيعي ان انا مش هعرف امتى هل وامتى مش هل. انا ما بعرفش ان انا اركبه ذات نفسه. بص يا سيدي، هنا قال لك احنا عندنا طريقتين لعمل السؤال. زي ما قلت لك، يا اما باداه استفهام اللي هي الدبليو اتش questions، تمام، اللي احنا قلناها قبل كده، او سؤال بفعل مساعد او فعل ناقص. يعني انا عندي الافعال الناقصه برضو لو جت في الاول يعتبر برضو بايه، معناهم هل. طيب كل دول بقى زي ما قلت لك معناهم هل. تركز على الحته دي، دول لو جم في الاول يبقى معناهم هل. طيب فعل مساعد زي مثلا هنا زي ما قلت لك فيرب تو بي اهو، اللي هو الام والاز والار، والوز والوير بتاعه في الماضي، زي فيرب تو هاف اهو، هاز وهاف وهاد. قال لي ماشي. زي مثلا عندي كان وكود، ويل وود، شال وشد، والحاجات اللي زي كده. طيب هنا بقى لو احنا ما لقيناش الافعال ديت، تمام، ممكن عادي ان احنا نشتغل الفيرب تو دو، تمام، ولكن في زمن المضارع يعني ما فيهوش اس. قال لي ماشي. طيب هنا في هنا اس، يبقى كده مش هنشتغل فعل مضارع فيه اس، لا. قال لي ماشي. هنا ديد، ده فعل ماضي. قال لي ماشي. تعالى كده نشوف. طبعا دي الضماير دي مهمه. هنا مفترض ان انت تحط فاعل، يعني هنا كده هتيجي تبدا تركيبه السؤال بهنا. كده كده تركيبه السؤال تحت هشرحها لك. فعل رئيسي يعني فعل اساسي، اللي هو مش فعل مساعد زي دول.
قال لي ماشي. طيب ولازم ان انا احط اخلي الفعل في المصدر يعني. تعال نشوف. بص هنا دي حبة تحويلات برضك مهمة. بمعنى ان انا لو واحد بيقول لي اي يبقى انا هرد عليه بايه؟ بيو. مي او اس هرد عليه بيو. ماي او اور هرد عليه بيور. طيب اي ام ار يو سم تبقى اني. طيب دي تحويلات مهمة. هنا برضو الحاجات دي كلها معظمها يعني حفظ، وانا برضو سايبها لك تحت. هنا ايفر هتبقى نيفر. طيب تعالى كده نشوف. بص بقى، هنا عندي النوع الثاني من تكوين السؤال اللي هو الاجابه ما فيهاش يس او نو. يعني انا مش هجاوب بيس او نو، هاخد طريق الاجابه الكامله. ده طبعا زي ما قلت لك لازم ان انا احط اداه استفهام في الاول اللي هي دبليو اتش questions. عندي هنا لازم يجي بعدها فعل مساعد او فعل ناقص. قال لي ماشي حلو. وبعد كده هحط الفاعل. قال لي ماشي. بعد كده فعل رئيسي بس لازم يكون في المصدر في الانفينيتيف. قال لي ماشي. تعال نشوف اللي بعده. دي كلمات الاستفهام بقى. كلمات الاستفهام دي اهم من حياتك، لازم تبقى حافظها لان انت برضك ممكن تستخدمها في الكتابه. تمام. هعلمك برضك واحنا بنكتب باراجراف كده، واحنا بنحل في النماذج او في الحل، هتلاقيني وانا بكتب معاك باراجراف هتلاقيني ان انا ببدا الباراجراف بتاعي بسؤال اصلا. قال لي ماشي. ما انا عشان اعمل سؤال ما انا برضك لازم ابقى فاهم كلمات الاستفهام دي. يعني مثلا عندي كلمه وير دي معناها اين. تمام. when او what time معناها متى. دي طبعا بستخدمها للزمان او للوقت. طيب عندي هنا واي معناها لماذا. حلو الكلام. عندي هو ديك معناها من، وتركز ان هو دي لو جت في النص تبقى ضمير وصل، لان احنا كان عندنا قاعده اسمها الريلاتيف كلوزز اللي هي ضمائر الوصل اللي بتوصل ما بين الجمل. تمام. كان فيها ووز وكان فيها ويتش، بس هنا دول معانيهم تانية لان هنا دول كلمات استفهام مش ضمائر وصل. ماشي. هنا عندي ووز هنا معناها ملك من. عندي ويتش معناها اي. عندي هاو معناها كيف. هنا هاو ماتش معناها كم للعدد. تمام. كل ده كده حفظ. قال لي ماشي. هنا طبعا هنا هاو تقول هنا انت بتسأل حد كام للطول. تمام. هاو لونج كام للعرض. كام للطول اسف. هاو لونج هنا كام للطول او للمسافة. هنا عندي هاو لونج دي مهمة جدا. بص هنا دي ممكن تستخدمها للطول او للمسافة، او ممكن كمان تستخدمها لو انت بتسأل على الطول، طول المدة. قال لي ماشي. طيب عندي هنا طبعا دي كلها حاجات حفظ يعني. بص كل ده كده حفظ يعني. الباقي دي حاجات بسيطة لو انت بتسأل مثلا هاو اوفن او هاو اوفتن عادي تمشي للنطق الاثنين. هنا بتسأل كم مرة يعني. فكل الحاجات دي حفظ. تعال بقى كده نشوف الملاحظات اللي عندنا. عند الضمير هو. حلو الكلام. ماله الضمير هو؟ قال لك بص، قال لك احنا ما بنطبقش القاعدة لما بنيجي نسأل على الفاعل. ازاي؟ يعني تعالى كده شوف. هنا هنا بص كده هنا هو ده جه في الاول، فهنا مش ماشي مع القاعده. تمام. تعال نشوف بعد كده الضمير الثاني، لان طبعا هنا ده جاي في السؤال. ماشي. تعالى هنا نشوف. لو هنا بسأل على المفعول يبقى انا كده هطبق القاعده بتاعتي وهحط فعل ايه بعدها. هحط فعل مساعد. بص هنا كده هنا احنا ما كناش حاطين فعل مساعد، هنا حاطين فعل اساسي على طول. لكن هنا لا، لو انا هنا بسأل على مفعول يبقى انا كده بحط فعل ايه مساعد تاني حاجه بعديه. ماشي. تعالى كده نشوف. انا على فكره انا يا جماعه انا مش شايف من كم الاضاءات اللي في وشي. هنا هاو اوفن هنا كم عدد المرات. لو انا بسأل مثلا على كم عدد المرات، بص كده هنا في هنا حاجات بتساويها زي مثلا ايه.
هنا وانس ديك معناها مره واحده. تمام. هو دي الاجابه، يعني لو انت حد بيسالك كام عدد المرات فهنا ممكن ترد عليه بوانس اللي هي مره واحده. توايز معناها مرتين. تمام. هنا برضو في عندي حاجات هنا زي ايفر، دي معناها من قبل، او ممكن كمان تيجي بمعنى ابدا. تمام، على حسب السياق اللي عندك. ماشي. طيب always هنا معناها دايما. طيب كلمة واي ديك معناها لماذا، ولو انا بقول لك ليه بالعربي او بالبلدي يبقى انت اكيد هترد عليا. لو انا بقول لك ليه هترد عليا تقول لي علشان. كل الكلمات ديت تعتبر بتساوي كلمة علشان، زي مثلا بيكوز معناها لأن، علشان يعني، تو لكي، فور من أجل. قال لي ماشي. هنشوف اللي بعده. هنا هنا طبعا دي كانت مثال عليها. هنا مثلا لو انا بسأل على هاو لونج اللي هي كام المدة، كام المدة يعني، او كم طول المدة. في هنا عندي حاجتين مهمين جدا وانت درستهم قبل كده في البريزنت بيرفكت في الترم اللي فات، اللي هي عندي استخدامات سينس وفور. طيب سينس هنا هتبقى معناها منذ، فور هتبقى معناها لمدة. قال لي ماشي. طيب هنا هاو ماني، هاو ماني لو جه بعدها هنا اسم يعد، تمام، هتبقى كام العدد. طيب هاو ماتش هنا لازم يجي بعدها اسم لا يعد، تمام، هتبقى معناها كم الكمية. طيب يا سيدي دي حبة فروق الحاجات ده كله. طبعا انا عارف ان الكلام ده عبيط بالنسبة لك بس الحاجات دي بتيجي في الامتحان يعني. تعالى بقى كده نخش على قطعة الفهم. تمام، خد بريك يا عم كده، احنا اشتغلنا 5 دقايق، احنا ما كملناش فيديو السكيلز ده، اصلا فيديو بسيط والحاجات دي كلها معظمها اصلا حاجات اساسيات فهي غالبا عندك. تمام، ولو مش عندك يا عم ادينا احنا بنعمل اللي علينا. ماشي يا سيدي، خد بريك كده دقيقتين وتعالى كمل. يلا بينا، يلا بينا. تعالى بقى كده نخش على جزء القطعة وازاي نتعامل مع القطعة وايه الاسئلة اللي بتجيلي، وكمان هنا حاطط لك حبة ارشادات عامة كده عشان نعرف نتعامل معاها. طيب يا سيدي بص كده يا بطل، اول حاجه انا عندي حبه ارشادات قبل ما امسك الورقه اصلا او قبل ما ابدا احل كده في القطعه. في حبه حاجات انا بعملها، زي اول حاجه انا بقرا القطعه. يعني انا بقرا كده الاول وما بحلش، يعني مثلا ما بجريش مثلا كلمه هنا هي شبه دي واقوم رايح شبه دي واقوم مختارها على طول. لا، احنا بنعمل ايه؟ احنا بنقرا القطعه الاول. الكلام ده طبقه على اي قطعه دلوقتي، بعد ما تخلص طبق كده على قطعه وانا في الحل هحل معاك برضه، هحل معاك كم قطعه حلو وهيجي لك واحده منهم باذن الله. بص يا سيدي، بتقرا الاول القطعه زي ما قلت لك، تمام، بتقراها كلها. ليه الكلمه عديها، ليه الكلمه انا مش عارفها مش عارف اترجمها عديها. هتيجي تقف عند كل نقطه او كل علامه استفهام زي كده، يبقى ده كده سؤال زي ما اتفقنا، او مثلا علامه تعجب. حلو الكلام. وتقف او فاصله تشوف الكلام على ايه. انا فهمت حاجه من اللي فات ده، يعني انا مثلا هنا في اول مثلا في الباراجراف مثلا في اول جمله كده، تمام، اول سنتنس هقف عندها. فهمت ايه؟ والله انا فهمت انك بتتكلم مثلا على الرياضه. ماشي، عدي. طب انا ايه الكلمه صعبه هنا؟ لا فوتها. ماشي. شوف انت فهمت ايه في الجزء ده. طيب هنا زي ما قلت لك يجب التوقف عند زي ما قلت لك هنا عند كل نقطه. هنا بقى اهو برضك ما توقفش عند كلمه صعبه. تمام. طبعا انت بعد ما تخلص هتقراها تاني، يعني انت خلاص انا قرات القطعه مره مش خلاص بقى يلا هحل، لا هتقراها تاني. مستر ما انا قراتها مره، لا تقراها تاني وتالت، لان كتر القراءه احيانا بتربط الاحداث ببعضها. تمام، فبتعرف تجاوب على سؤال معين هقول لك عليه دلوقتي. طيب بعد ما تجاوب طبعا انا لسه ما شرحتش حاجه في القطعه، انا بقول لك كل ده، انا بقول لك ارشادات عامه. بعد ما تجاوب بتراجع الاجابات، تاخد حذرك من الاجابات جدا، لان انت في التسرع بيخليك ان انت تاخد اجابه بتكون الاجابه دي اصلا غلط. حلو الكلام، بيكون نتيجتها التسرع ان انت لسه ما عندكش الاحداث بتاعت القطعه كلها. ماشي.
طيب تعالى بقى كده نشوف ايه اول حاجه معانا. بص يا سيدي، في هنا حبه اسئله بتتكرر معايا جدا. يعني انا عندي هنا مفيش غالبا كل قطعه لازم نجيب فيها السؤال ده، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو بمعنى اصح اللي هو ايه الفكره الرئيسيه مثلا للقطعه. تمام، ده كده سؤال، ده كده نوع سؤال. ماشي. طيب في سؤال تاني طبعا ده بيجي لك ازاي؟ هنا بيقول لك وات از، تمام، ذا مين ايديا، حلو الكلام، اوف ذا باسج، اللي هو ما هي الفكره الرئيسيه للقطعه. قال لي ماشي. طيب هنا وات از ذا بيست تايتل مثلا، بسالك ايه افضل عنوان للقطعه. قال لي ماشي. طيب طبعا انا عمال اروح واجي، عمال اروح واجي واروح يمين وشمال عشان انا هنا في اضاءات وهنا في اضاءات، فانا مش شايف والله. يعني الشاشه كمان انا مش شايف الكلام والله، انا بمشي كده بالبركه. ماشي. هنا برضو بيقول لك، هنا برضو القطعه بتتكلم على ايه؟ نفس السؤال برضو يعتبر، بس دي صيغته الثانيه. تمام. طيب هنا بيقول لك ايه عنوان مناسب، انت بتعمل، انت بتعيد برضو في نفس الاسئله بس باختلاف الصيغه في الكتابه. يعني بص كده، يعني كده دول كده تحت بند واحد. حلو الكلام، فدول طبعا انت هتحفظهم. ماشي. في هنا برضو السؤال ده بيتكرر كتير جدا، ويتكرر السنه اللي فاتت برضو في كذا برضو محافظه. هنا بيقول لك الضمير، حلو الكلام، الضمير اللي تحته خط، تمام، او the underlined word، اللي هو الكلمه اللي تحتها خط، معناها ايه او بتشير لايه؟ قال لي بص هنا، هنا برضك طبعا في هنا اشكاله. يعني هنا طبعا انا بقول لك فكره السؤال في من فوق وبجيب لك اشكاله من تحت. ازاي؟ يعني بص هنا ممكن يجيب لك مثلا اللي تحتها خط ما بين مثلا كده ايه كوتيشن، يقول لك الكلمه ديت مثلا ايه المرادف ليها. طيب كلمه مرادف بقى انا هعرفها ازاي؟ انه عايز يعرف المرادف، هي معناها سينونيم. كلمه مرادف معناها سينونيم. حلو الكلام. وانتونيم العكس. قال لي ماشي. طب انا هعرفها ازاي؟ بتشوف كلمه تانية تساويها، بمعنى بتشوف اقرب كلمه تساويها ايه وتحطها. طيب وممكن يكون جايبها لك في الاختيارات فبتختارها. فطبعا انت بتشتغل هنا بالاستبعاد، بتستبعد الثلاث اختيارات وتشوف ايه الاقرب. وغالبا بيكون في اتنين اصلا بيكون ما لهمش علاقه بالواقع، يعني ما لهمش علاقه بالموضوع خالص، فبيبقى لك اتنين تختار واحده ما بينهم. ولما تيجي تحط الكلمه في السياق بتجرب تحط مره هنا وتشوف تنفع ولا ما تنفعش. ما نفعتش خلاص يبقى التانية. ماشي. تعال نشوف اللي بعده. هنا برضو الكلمه اللي تحتها خط، تمام، ليها نفس المعنى. طب ما هي نفس المعنى معناها المرادف، يعني برضو بنتكلم على حاجه اسمها سينونيم. ماشي. هنا برضو اوجد في النص كلمه تعني. اسالني على تعريف بقى كده. الكلمه دي برضو مهمه جدا. مينز، تعريف. الكلمه دي مهمه جدا وبتتكرر كتير، اللي هو ايه التعريف بتاع الحاجه دي. ماشي. هنا برضك نفس الفكره، ماذا تعني الكلمه اللي تحتها خط. ماشي. يبقى كل ده برضك تحت ايه؟ تحت بند الايه؟ الموضوع ده. ماشي. تعال نخش على اللي بعده. التضاد، الانتونيم، لسه متكلم معاك فيها، اللي هو الحاجه وعكسها. هنا كنا عايزين المرادف، الحاجه اللي بتساويها، تمام. هنا احنا عايزين ايه؟ العكس بتاعها. ماشي. يعني مثلا عايزين كلمه مثلا كده، كلمه سريع مثلا، عايزين ايه العكس بتاعها؟ تقول لي بطيء. حلو الكلام. طيب طبعا انا بفهمك حاجات عربي عشان تفهم. هنا عندك برضه برضه هي بتيجي بنفس الصيغه، اللي هو يجيب لك الكلمه ويحطها لك ما بين كوتيشن ويقول لك ايه المضاد بتاعها. دي الصيغه بتاعتها ايه في الكتاب. ماشي. تعال نخش على الجزء اللي بعده. الجزء ده بقى مهم جدا 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 جدا، وهيفيدك برضك. بص بقى عشان الناس اللي تقول لي يا مستر احنا القصه هنعمل فيها ايه. القصه هينزل لك احداثها ازاي. يعني انا عندي لو حفظت حد القصه، انا مش هينفع ان انا احفظ الطالب بتاع القصه، يبقى انا كده معلش انا مش فاهم حاجه. طيب هو انت بتعمل ايه؟ فيديو الباراجراف اللي انا سايبه لك، اللي هو هتلاقيه نازل عندك على الشانل، فيديو يعني كان نازل من كام يوم كده. عشان تحل القصه لازم تعمل ثلاث حاجات. رقم واحد، تعرف تكتب جمله. تعرف تكتب جمله ولا لا؟ طب ما الحاجات دي كان شارحها في كتابه الباراجراف. ماشي.
يبقى انا كده لازم تبقى فاهم حاجه اسمها الاستراكشر اللي هي التراكيب اللغويه، ازاي تعرف تكون جمله. ماشي، يبقى كده تكوين الجمله. طيب تاني حاجه ايه هي؟ لازم تبقى فاهم القصه بتدور على ايه. يعني انا ابقى فاهم القصه هي بتتكلم على ايه، فهم احداث القصه. ماشي. في حاجه تانية لازم ان انا ابقى حافظ كلمات القصه ذات نفسها. يعني الكلمات احنا في الكتاب بتاعنا بنبقى عاملين ايه؟ بنبقى عاملين كلمات القصه، تمام، بعد كل شابتر. طيب يبقى انا كده لازم يبقى معايا فوكاب الكلمات بتاعت القصه. طيب الحاجه اللي بعد كده قال لي دي قصه صح كده؟ طيب ما طالما قصه يبقى انا هجاوب كل اسئلتها في الماضي. هو مش انت بتقول البطل عمل وسوى وعمل حاجات؟ يبقى كده ده انه زمن ده في الماضي. ماشي، يبقى ده كده ماضي. يبقى هتستخدم زمن الماضي البسيط في سرد احداث القصه. ماشي، دي عندنا في الجرامر. طيب يا سيدي، طب انت ليه دخلتنا في موضوع القصه؟ لان انت عندك سؤال في القصه اسمه الكريتيكال ثينكينج اللي هو مهاره التفكير النقدي. يعني هو بيسالك في القصه على سؤال مش حفظ، بمعنى اللي هو انت لو بصيت للسؤال ده انت مش هتلاقيه ولا في اي كتاب في مصر اصلا. طيب السؤال ده معناه ايه بقى؟ السؤال ده بيجي بيختبرك انت، وغالبا على فكره اي اجابه بتكون بتكتبها صح، لان هو بيعمل ايه؟ بيختبر ذكائك او بيختبر ان انت فاهم ولا لا القصه. تمام. طيب فدي كده الاسئله الايه؟ الاسئله بتاعت التفكير النقدي. طيب يا سيدي تعال نشوف بقى الاسئله بتاعت التفكير النقدي اللي عندي هنا بقى. تمام. في الايه؟ في القصه، في اسف في القطعه. بص يا سيدي، قال لك هنا بتعتمد اسئله التفكير النقدي على الفكره الرئيسيه ذات نفسها، او فكر الراجل اللي بيكتب الحاجه دي، تمام، او المؤلف يعني، تمام، او راي او وجهه نظر القارئ. تعالى بقى كده نخش على جزء القطعه. تعالى بقى كده نكمل كلامنا. بص يا سيدي، زي ما قلت لك مهاره التفكير النقدي، تفكير نقدي، ركز، في القطعه تبقى عامله ازاي. بص يا سيدي، هنا بيقول لك بتعتمد الاسئله ديك على حاجه ايه هي؟ على الفكره الرئيسيه للنص، او الراي او وجهه نظر القارئ. ركز كده، بيقول لك على ايه؟ على القارئ. يبقى لا تشد لي خط كده معلش. يعني معنى كده اللي انا هكتبه دايما بيكون صح. ازاي؟ ان هو بيقول لك انا عايز اعرف وجهه نظرك. لو انت كتبت له وجهه نظر ملهاش علاقه، تمام، هتاخد درجه. تمام. طبعا بيبقى فيه تفاوت في موضوع الدرجات ده، بس هتاخد درجه. ليه؟ ان هنا هو عايزك تجاوب الاسئله دي بناء على رايك. ماشي. طيب ادي ضمان اهو، ادي كده ضمننا اسئله. طيب شكل الاسئله ده بيكون عامل ازاي؟ بيقول لك مثلا سؤال زي ماذا تعتقد فيه في الموضوع ده، بيجيب لك هنا الحاجه، تمام، وهنا بيقول لك what do you think مثلا of بعدها او about اللي ماشي في طريقتين، ويحط لك هنا الحاجه ويسالك. ماشي. هنا لماذا تعتقد، تمام، او لما لا، او لما اللي ماشي. طب هنا نفس الكلام what do you think، تمام، او why او why not. ماشي، ليه تعتقد او ليه ما تعتقدش، لما او لما لا يعني. طيب ما رأي الكاتب عنه؟ هو ثواني هنا كده بيسأل على ايه؟ على رأي الكاتب اللي بيكتب الحاجة. طيب يبقى هنا ايه؟ طب ده انا هجيبها ازاي؟ هتجيبها من السياق ذات نفسه، او تشوف من وجهة نظر الكاتب، وجهة نظره. ماشي. هنا طبعا احنا هنا قلنا ما رأي الكاتب، فهنا هيسألك ايه؟ هيقول لك what was، تمام، the letters. طيب هنا الابوستروف دي الملكية، تمام، مش جمع عشان في ناس هنا متخلفة. تمام. ويكمل. طبعا كل ده زي ما قلت لك حفظ. ما رأيك فيه؟ نفس الكلام برضه. ماشي يا سيدي. تعالى بقى كده نخش على فهم التفاصيل وازاي ان احنا نخرج المعلومة من القطع. هنا بيقول لي في هنا لازما أسئلة مباشرة تكون عارفها، تمام؟ ودي طبعا انا شرحتها في الدايلوج معظمها. اللي هو مثلا ايه؟ اللي هي حاجات مثلا بتبدأ بفعل مساعد، تمام؟
اسئله بتبدا بكلمه استفهام، دي حاجات هتخف عليك الدنيا، هتبقى فاهمها. يعني مثلا لو جالك كلمه اين، تمام، بديهي كده، بديهي اين، يبقى هو بيسالك على مكان في حاجه في القطعه. طب انا هعرف ازاي؟ هيسالك على المكان اللي عندك في القطعه، هو يكون الراجل ذكر لك مكان، فيبقى هو قصده على المكان ده، مفيش غيره. طيب، او ممكن يكون سالك على مكان شخص عمل فيه حاجه، تمام، ذكر لك اسم شخص. ماشي. طبعا دي كلمات الاستفهام اللي انا لسه شارحها لك، فانا مش هعيدها تاني. تمام. كده اكون خلصت لك جزء القطعه. تعالى بقى كده نخش على جزء الرايت، وهقول لك كده على كام مثال تعرف تحل منه اي رايت يقابلك. وكده كده الرايت هيجي لك في الجرامر، تمام، فانت لازم تبقى مذاكر الجرامر عشان تعرف تحل الرايت. بس انت مش هتعرف تحل سؤال الرايت غير لما تفهم معايا الكام حاجه اللي انا هشرحهم دول. تمام، يلا بينا. تعالى بقى كده يا بطل نخش على الجزء الاخير معانا، وهو جزء الرايت. بص يا عمنا، الرايت ده فكرته اصلا ان انا اعيد كتابه الجمله باستخدام الكلمه اللي هو مديها لي. يعني مثلا هنا مثلا بيقول لي استخدم لي الكلمه دي، تمام، اي حاجه بقى ان هو في الرايت. الرايت هيجيب لك الجرامر، هيسالك في الجرامر في اي قاعده جرامر عندك، تمام. يعني دي كده تاخدها قاعده عندك ان الرايت بيجي على سؤال الجرامر. قال لي ماشي. طيب، هنا كده المفروض بيقول لي استخدم كلمه فروم. طب فروم ده حرف جر، ماشي. هنا استخدم لي كلمه شورتر، دي صفه، ماشي. هنا ناو دي وحده زمنيه او كلمه داله على زمن، ماشي. يسترداي كلمه داله على زمن. انا حاطط لك الامثله ديت عشان نحل مع بعض كذا حاجه، بحيث ان انت تبقى فاهم امتى لما يجي لك على ده تعرف تتعامل، وامتى لما يجي لك على ده تعرف تتعامل وتفهم الفكره. طيب، فكره الرايت ايه؟ هو ان انا اعيد كتابه الجمله باستخدام كلمه هو مديهاني، ماشي. يعني انا كده هعمل ايه؟ هعيد كتابه الجمله تاني بس باستخدام الكلمه دي، لان ديت بيكون لها ستراكشر معين، يعني تركيب معين، ماشي. هنا بيقول لي I am انا اكون Egyptian. طيب هو هنا عايز نحط كلمة ايه؟ كلمة من، حرف الجر، حرف الجر من، ماشي، مع كلمة Egyptian اللي هي معناها مصري. طب تعالى كده نكتبها، هتبقى I am انا اكون، ماشي. هحط بعدها ايه؟ هحط بعدها from، ماشي، انا اكون من، لحد هنا تمام. طيب تحطها ايه بقى؟ Egyptian انا اكون من مصري. عربي ما تنفعش اصلا، يبقى انجليزي هتنفع ازاي؟ تعالى كده نشوف. يبقى هضطر ان انا اعدل على دي، بدل ما هي ايجيبشن مصري هتبقى ايجيبت مصر. قال لي ماشي. وطبعا هتخلي دي كابيتال، تمام. كده احنا ايه عملنا؟ ايه التركيبه الصح. طيب تعالى نخش على اللي بعده. هنا بيقول لي استخدم كلمه شورتر. طب كلمه شورتر دي معناها ايه؟ معناها اقصر، اقصر بمعنى اصح. طيب هشيلها واحطها مكان مين؟ هو هنا بيقول لي علي is taller than احمد is taller than ايه؟ than علي، ماشي. يبقى انا كده هشيل كلمه ايه؟ taller اللي هي معناها اطول. طب انا عرفت منين؟ لان هي جايه من كلمه طول، طول طويل، ضفت لها اي ار بقت اطول، ماشي. تعالى كده نكتبها. خليني الاول افهم بس، هو مين هنا اللي طويل؟ بص كده، مين هنا اللي طويل؟ هنا يبقى هنا احمد اللي طويل، احمد ده الطويل، ماشي. يبقى طبيعي ان انا هعكس بقى، صح كده؟ طيب يبقى هكتب هنا ايه؟ هكتب علي، تمام، از، ماشي. از ايه بقى؟ تولر ولا شورتر؟ ما انا خلاص بقى طيرت دي، هتبقى شورتر، ماشي. طيب بعد كده بقى احط كلمة زان اللي هي من، ماشي. من مين بقى؟ تبقى من احمد، احمد اللي كان طويل، يبقى هنا احمد هو الايه؟ الاقصر، احمد اللي اقصر هنا، ماشي. كلام جميل. تعال نخش على اللي بعده. تعالى بقى كده نشوف لو جالك على زمن. بص يا سيدي، لو جالك على زمن هنا ناو. طيب ناو ديت بتيجي مع انه زمن؟ يبقى اقول لك قاعده كده، معلش، القاعده بتاعت الزمن ده بتقول لي ان السبجكت، ماشي، هحطه في الاول، بعد كده verb to be اللي هو الام والاز والار، تمام. بعد كده الفيرب، بعد كده اي ان جي، ماشي.
تعال نشوف كل ده، ولو انت مش عارف الاساسيات ديت انا سايبها لك في فيديو الباراجراف. قال لي ماشي. طب تعالى نكتب. هتبقى اي، تبقى اي ايه؟ هتبقى اي ام، انا عايز فيرب تو بي، تمام، بلاي، وضيف اي ان جي بقى، تبقى اي ام بلاينج. ماشي. فوتبول، تبقى every day؟ لا، تبقى now. ماشي، خش على بعضه. هنا كلمة هنا yesterday، طب كلمة yesterday معناها امبارح، امبارح يبقى أنا عايز زمن ماضي. طب زمن الماضي تكوينه كان عامل ازاي؟ subject بلس الverb بلس دي اي دي اي اي دي. ماشي. تعال، فهتطير الكلام ده كله طبعا، تمام. فهتبقى I، تبقى I played، تبقى I played football now. لا، انا لعبت كوره دلوقتي، لا، تبقى حط كلمه yesterday، انا لعبت كوره امبارح. ماشي. وبكده اكون فنشت لك كل حاجه عندك في الرايت، كده اكون فنشت لك كل حاجه في السكيلز برضك. اشوفكم دايما على خير، السلام عليكم.